نهار 9 من هذا الشهر كانت مفاوضات ما بين اكبر جوج ديال الاقتصادات في العالم، امريكا والصين. هذا الشيء ما عجبش، كان مفاجئ. هو الاول من بعد الهدنه المؤقته اللي كانت في ماي اللي فات، ودار مباشره من بعد مكالمه ما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بين. السؤال اللي كيتطرح دابا هو شنو اللي خلاهم يديروا هذه المفاوضات دابا، وكيفاش هذا الشيء غادي ياثر على السلاسل ديال التوريد في العالم، والاهم من هذا الشيء كامل كيفاش التطورات ما بين امريكا والصين غادي تاثر على الاقتصاد المغربي، من المصانع ديال الانتاج، الموانئ، حتى المناجم والاستثمارات الاجنبيه. الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نوضحوا هذا الشيء كامل. اول حاجه قبل ما نجاوبوا على هذه الاسئله كاملين غادي خصنا نعرفوا القصه من البدايه. كيف ما كل شيء كيعرف ان ترامب مهما رجع للرئاسه بدا كيفرض في التعريفات على الدول ديال العالم كامل، وخصوصا الصين اللي وصلت مع امريكا الارقام في التعريفات ما كان حتى شي واحد كيتصورها. من مورا هذا الشيء وفي ماي هاد جوج ديال الدول غادي يديروا واحد الهدنه مؤقته واللي كانوا اتفقوا عليها في جنيف، وكل واحد منهم نقص شويه من الضرائب اللي كانوا فارضينها. بحيث مثلا امريكا اللي كانت فارضه 145% كضرائب على السلع الصينيه نقصتهم ل 30%، والصين دارت نفس الشيء ونقصت الضرائب من 125% ل 10%. الهدف من الخطوه اللي كانوا داروا هو انهم يعطيو الوقت لراسهم باش يتفاوضوا على واحد الاتفاق اكبر. لكن المشكل اللي كان هو ان حتى قبل ما يدوزوا ايام من بعد هذه الهدنه بدات الخلافات ما بين امريكا والصين كترجع، بحيث نهار من بعد هذا الاعلان ديال الاتفاق امريكا خرجت بقرار جديد بحيث شدات الخناق على الصادرات التكنولوجيه، وخصوصا الرقائق الذكيه اللي كتصنعهم شركه هواوي الصينيه. وامريكا بدات كتحذر الشركات العالميه باش ما تستعملش التكنولوجيا ديال هواوي. الصين ما عجبهاش هذا القرار وبدات كتهم امريكا بانها كتستعمل القوانين ديال التصدير كسلاح ضدها. واللي زاد عقد من هذه الامور اكثر هو ان ترامب خرج في الاواخر ديال ماي بواحد التصريح كيقول فيه بان الصين ما احترمتش الاتفاق اللي كانوا داروا. المشكل الكبير اللي كان ما بيناتهم هو في المساله ديال المعادن النادره، وهي كيف ما شرحنا في فيديوهات قبل مواد مهمه كتستعمل في الصناعه ديال السيارات، الصناعه ديال السلاح، الطائرات، الهواتف الذكيه وغيرهم. الصين تقريبا كتمتلك النصيب الاكبر من هذه المعادن النادره في العالم، وامريكا محتاجه لهذه المعادن بزاف. وترامب قال من بعد بان الصين كانت وعدت امريكا بانها غادي تصدر لهم هذه المعادن، ولكن ما وفاتش بالوعد ديالها. في 5 من هذا الشهر ترامب غادي يدير مكالمه مع الرئيس الصيني شي جين بين، وهذه كانت اول مره غادي يهضروا مباشره من بعد ما رجع ترامب للرئاسه، بحيث ان ترامب خرج وقال بان الرئيس الصيني وافق انه يرجع يصدر المعادن النادره لامريكا اللي الصين كانت موقفاها قبل. ومن بعد هذه المكالمه الصين بدات فعليا كترجع في الصادرات ديالها، بحيث في 7 من هذا الشهر وزاره التجاره الصينيه قالت بانها عطات رخص جديده باش الشركات تصدر هذه المعادن. ويومين من بعدها شركات امريكيه كبار بحال جنرال موتورز اولا فورد بداو كيتوصلوا برخص باش يستوردوا هذه المعادن النادره من الصين. في 9 يونيو بدات اللقاءات الرسميه ما بين المسؤولين ديال امريكا والصين في العاصمه البريطانيه لندن. هذا اللقاء اللي كان المفروض انه يكون فيه غير نهار، ولكن قرروا يمدوه من بعد. السؤال دابا شنو كانوا كيناقشوا في هذه المفاوضات؟ بكل بساطه الحاجه المهمه اللي كانوا كيتفاوضوا عليها هي المساله ديال المعادن النادره، بحيث حاليا في العالم كاين تقريبا 17 عنصر اللي كيتسموا معادن نادره. وهاد المعادن كيف ما قلنا مهمين بزاف في التصنيع ديال الاجهزه المتطوره بحال المحركات ديال السيارات الكهربائيه، التوربينات ديال الرياح، قطع غيار ديال الطائرات، وحتى الاسلحه العسكريه. فالصين بوحدها كتنتج تقريبا حتى ل 90% من هاد المعادن في العالم كامل، وكتحتكر تقريبا حتى العمليه ديال التصفيه ديالهم. في ابريل اللي فات الصين حبسات التصدير ديال هذه المعادن، وهذا الشيء اللي ضر بزاف ديال الصناعات، من شركات ديال السيارات حتى المصانع ديال الالكترونيات وحتى الشركات اللي كتخدم على الجيوش. حيت دابا الناس ولاو خايفين ان ما يكونش عندهم مواد اللي غادي يكملوا بها الانتاج. يعني من جهه امريكا كتشوف بان هذا الاعتماد الكبير على الصين كتعتبر واحد النقطه ديال الضعف استراتيجيه، اما من الناحيه ديال الصين فكتشوف هذه المعادن النادره كواحد الورقه ديال الضغط في المفاوضات. ولكن الصين حتى هي ما بغاش تخسر الفلوس اللي كتجي من هذه الصادرات، يعني كندوي على المعادن. فامريكا في هذه المفاوضات اللي كانوا الطلب ديالها هو ان الصين تعاود ترجع تصدر هذه المعادن. اما من الناحيه ديال الصين فالطلب اللي كان عندها هو ان امريكا تخفف من القيود اللي فرضها على الصادرات ديال التكنولوجيا. فبالنسبه للناس اللي متابعين شنو وقع مؤخرا، ففي السنوات الاخيره امريكا بدات كتشدد بزاف على الصادرات ديال التكنولوجيا ديالها للصين، كتقول بان السبب هو الامن القومي. وهاد القيود اللي دايره امريكا على الصين بالنسبه للتكنولوجيا فكتدخل فيها بزاف ديال الحوايج، من الشرائح الالكترونيه، الالات ديال صناعه الرقائق، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيره. مثلا غير الشهر اللي فات امريكا كانت منعات التصدير ديال واحد البرمجيات اللي كتصمم الشرائح الالكترونيه، وهذا الشيء اللي ضر بزاف الشركات ديال التكنولوجيا الصينيه، وقف المشاريع ديالها في المجالات ديال الذكاء الاصطناعي وحتى ال 5G. وهذا الشيء اللي خلى الصين تحتج بقوه ضد امريكا وردات بالورقه ديال المعادن النادره. ومن الفوق من هذا الشيء كانت هدات بانها غادي تمنع الشركات الامريكيه انها تدخل السوق الصيني. يعني الخلاصه ديال المفاوضات اللي كانت في لندن هو ان الصين ترجع تصدر المعادن في المقابل ان امريكا تخفف من القيود ديال صادرات التكنولوجيا ديالها. حاجه اخرى اللي ما خصناش نساو هو ان الاصل ديال هذا الخلاف كامل بدا من الضرائب اللي فرضوها على السلع ما بيناتهم، بحيث كيف ما قلنا قبل بان ترامب بدا كيرفع بالضرائب على السلع اللي كتجي من الصين
بحيث وصلت ل 145%. والنتيجه ديال هذا الشيء هو ان الصادرات الصينيه لامريكا نقصت بالنسبه ديال اكثر من 34%. هذا الشيء كان في الشهر ديال ماي، وهذا كيتعتبر اكبر تراجع من الصادرات الصينيه من الوقت ديال كورونا، وهذا الشيء اللي خلى الاقتصاد ديال الصين يتاثر، خصوصا الشركات اللي كتعتمد على التصدير. فالسؤال اللي غادي يطيح على بالك دابا، الا كانت هذه المفاوضات ما بين الصين وامريكا، شنو علاقة باقي العالم بهذا الشيء، خصوصا المغرب؟ بكل بساطة حيت أي مواجهة ما بين هاد جوج القوى الكبار كيكون عندها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي كامل، حيت هاد جوج الدول كيمثلوا تقريبا أكثر من 40% من الاقتصاد ديال العالم كامل. يعني أي قرار كيخرجوا به المفاوضات ما بين هاد جوج ديال الدول كيأثر على بزاف ديال المجالات. هنا كندوي على المصانع، الأسعار، وحتى على الثقة ديال المستثمرين. هاد الحرب التجارية ما بين أمريكا والصين خلات بزاف ديال الشركات تبدل الخطط ديالها. فمثلا الشركات ديال السيارات أو الشركات ديال الإلكترونيات باش تقلب على مصادر جديدة ديال هاد المعادن باش تتجنب أنها تعتمد على الصين. بعض المصانع مثلا حولوا الانتاج ديالهم من الصين لدول بحال فيتنام، مكسيك، دول في اوروبا الشرقيه او حتى المغرب باش يتجنبوا هاد الضرائب. اما من ناحيه ديال الاسواق الماليه، فرض الفعل ديالها كيطلع وكيهبط على حسب شنو كيتقال على هاد المفاوضات. فمثلا بعد الهدنه اللي دارت في ماي اللي فات البورصات طلعوا، لكن مباشره من بعد كيخرج شي مشكل او تهديد الاسواق كطيح. فالموضوع ماشي غير على حساب البورصه، ولكن حتى الاقتصاد الحقيقي كيتاثر. فانا كنشوفوا بان الاقتصاد ديال الصين النمو ديالو بدا كيضعف. اوروبا اللي ماشي هي طرف مباشر في هذه الحرب التجاريه حتى هي تاثرت. فمثلا الشركات الالمانيه تضررت بشكل كبير بسبب تراجع ديال الطلب ديال الصين، وهذا الشيء اللي السبب ديالو هو الحرب التجاريه ما بين امريكا والصين. يعني امريكا غادي تفرض ضرائب على الصادرات الصينيه، النمو ديال الاقتصاد الصيني غادي يطيح، وبالتالي ما كيبقاوش يشريو بزاف. وهذا الشيء علاش تاثروا الشركات الالمانيه. وهنا حتى الفلاحه في اوروبا حتى هي غادي تاثر. فمثلا مني الصين اعلنت بانها ما بقاتش غادي تستورد بعض المنتجات الفلاحيه من امريكا، هذا الشيء خلى ان العرض في السوق العالمي تزاد، وبالتالي الثمن طاح، وهذا الشيء اللي بشكل غير مباشر اثر على اوروبا. ففي الشهر اللي فات منين الصادرات ديال الصين طاحت، فماشي غير امريكا اللي تاثرت، ولكن التجاره العالميه كامله بدات كتضعف، حيت مثلا حتى الدول الناميه حتى هي كتضرر، حيت الدول كتصدر مواد خام للصين. فإلا الصين شرات اقل، الاقتصاد ديال الدول كيضعف. دابا غادي نجاوبوا على السؤال اللي طرحناه في البدايه، هو كيفاش هاد المفاوضات ما بين الصين وامريكا غادي تاثر على الاقتصاد ديال المغرب. وفاش كنشوفوا هاد الحرب التجاريه ما بين امريكا والصين يقدر يبان لنا المغرب بعيد على هاد الشيء كامل، لكن الحقيقه هي ان الاقتصاد ديال المغرب مربوط بالعالم كامل، واي تغيير ما بين هاد الدولتين غادي ياثر علينا. وهنا يقدر يكون التاثير بشكل ايجابي كيف ما يقدر يكون بشكل سلبي. فمثلا المغرب حاليا ولا واحد من اقوى مراكز التصنيع في افريقيا، خصوصا في صناعه السيارات والطيران. شركات كبار بحال رونو وستيلونتيس عندهم مصانع في طنجه وقنيطره وحتى في المدينه ديال الدار البيضاء، وهذا الشيء اللي خلى المغرب يولي اكبر مصدر ديال السيارات في افريقيا. زائد ان في الجهه ديال الدار البيضاء كاين الصناعه ديال الطيران اللي كتخدم مع شركات عالميه بحال بوينغ وايرباص، وكتصنع لهم قطع ديال الطائرات. فهاد الصناعات اللي كاينه في المغرب حاليا كتعتمد على الاستقرار ديال سلاسل الامداد العالميه. يعني بعباره اخرى، المصانع في المغرب باش تخدم الانتاج ديالها كيخصها تستورد بعض القطع والمكونات من دول اخرى، وبزاف من هاد القطع كيجيو مثلا من الصين اولا من دول اسيويه. فمثلا في السيارات كاينين بعض القطع الكترونيه اللي مصنوعه من المعادن النادره، وهادو بزاف منهم كيجيو من الصين. فإلا الصين بقات كتحبس التصدير ديال هاد المعادن، فالمغرب حتى هو غادي يتاثر، حيت المصانع في المغرب غادي تلقى راسها بلا قطع مهمه للانتاج. نفس الشيء في المجال ديال الطيران اللي كيف ما معروف كيعتمد على مكونات الكترونيه متطوره. فإلا كملت هذه الحرب التجاريه ما بين المغرب والصين ممكن هذه سلاسل الامداد تضرر. يعني حتى المغرب يقدر يعيش تباطؤ في المصانع الى هذه المواد والقطع ما بقاش كتدخل بسهوله للسوق العالمي. اما من الجانب الايجابي فكيف ما قلنا ان بزاف ديال الشركات بدات كتحاول تخرج من الصين وكتقلب على دول مستقره باش تفتح فيها المصانع ديالها، والمغرب ولا واحد الوجهه مهمه في هذا السياق. يعني الا بقات التوترات ما بين امريكا والصين ممكن نشوفوا ان الشركات الصينيه اكثر غادي تجي تبني المصانع ديالها في المغرب باش توصل للسوق الامريكي. لكن حتى هاد الفرص كيجيبوا معاهم تحديات. فإلا مثلا الصين استثمرت بزاف في المغرب، ممكن الدول الغربيه، وانا كندوي على امريكا واوروبا، يبداو يقولوا بان الصين كتستعمل المغرب كواحد الباب خلفي باش تفادى الضرائب. يعني مثلا الا الشركات الصينيه بدات كتصدر في كميات كبيره من السيارات الكهربائيه من المغرب لاوروبا، هذا الشيء ممكن يخلي ان الاتحاد الاوروبي يرد على هذا الشيء ويفرض ضرائب جديده على السلع اللي كتجي من المغرب. حاجه اخرى اللي تقدر تاثر على المغرب هي ان الى هذه الحرب التجاريه استمرت، التجاره العالميه ممكن تضعف، وهذا الشيء غادي يعني بان العدد ديال الحاويات اللي كيدوزوا من الميناء ديال طونجيماد غادي ينقص. فمثلا في الازمات الاخيره اللي شفناها في الربع سنين اللي فاتوا، خصوصا شنو وقع في المنطقه ديال البحر الاحمر، الحركه في الميناء المغربي ديال طونجيماد تزادت بزاف، حيت بزاف ديال السفن بداو كيتفاداو القناه ديال السويس. يعني هذا الشيء كيبين لنا بان السهوله او الصعوبه ديال التجاره العالميه خصوصا ما بين اسيا، اوروبا وامريكا كتاثر بشكل مباشر او لا غير مباشر على الاقتصاد المغربي. لكن رغم هاد التحديات
فمن الناحيه ديال الميناء المغربي يعني الا بقات هاد الضرائب مرتفعه ما بين مثلا امريكا والصين فالحركه في الميناء ديال طنجه غادي تنقص. حاجه اخرى اللي يقدر يستافد منها المغرب واللي كانت هي الاساس في هاد المفاوضات ما بين امريكا والصين هي المسألة ديال المعادن النادرة. المغرب معروف بالفوسفات ولكن حتى عنده معادن أخرى بحال الكوبالت الفليور، وكاين احتمال كبير أنه كيتوفر على عناصر نادرة أخرى ولكن باقي ما تمش الاستغلال ديالها. زائد بان المغرب كينتج حتى الكوبالت اللي مهم بزاف في البطاريات، فإلا العالم بدا كيتجنب الاعتماد على الصين في بعض من هذه المعادن النادره المغرب ممكن يشكل واحد البديل، وهذا الشيء نظرا للعلاقات اللي عنده مع اوروبا وامريكا، وهذا الشيء بطبيعه الحال غادي يجيب استثمارات شراكات مع شركات غربيه وبالتالي التطوير ديال قطاع التعدين في المغرب. قبل ما نسالي في نظرك واش كاينه شي مساله يقدر يتاثر بها المغرب ما ذكرناهاش في الفيديو ديال اليوم؟ فكتمنى تخلي لي الراي ديالك في لي كومونتير. ما نساش الا عجبك الفيديو انك تخلي لايك وتبارطاجي مع صحابك. كان معكم انس، نشوفكم في فيديو جاي.